الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتشرف بوجودي بين أهلي وأعمامي وعزوتي في هذا المضيف العامر، وأشكر أخي الشيخ شعلان الكريم على هذه الدعوة المباركة وعلى هذا الوجود المتميز من أهلنا في صلاح الدين. سعيد اليوم بوجودي على أرض صلاح الدين وأرض سامراء، هذه المدينة العزيزة على كل العراقيين وعلى كل المسلمين في بقاع الأرض. فلسامراء مكانة خاصة عند كل المكونات، ولذلك تصبو قلوب العراقيين جميعا والمسلمين إلى هذه المدينة المعروف عنها وعن أهلها بالكرم والشجاعة والثبات أيام الملمات وأيام المصاعب والحروب التي مرت على العراق ومرت على هذه المدينة العزيزة وعلى هذه المحافظة الغالية علينا. شكرا لكم على وجودكم اليوم. وأقول أننا في المعترك السياسي في بغداد، ومنذ اللحظة الأولى لوجودنا في الميدان السياسي بشكل مباشر لم نتخلى عن المبادئ التي ترفع الظلم والحيف عن أهلنا في هذه المحافظات التي تميزت بالدفاع عن العراق وسيادته والدفاع عن القيم الإسلامية الحقيقية وعن الهوية الجامعة للأمة كل الأمة. ولذلك أيها الأخوة، أيها الحضور الكرام، أعلام القوم وممثليه، لازلنا نطالب بعد مخاض عسير مرت به العملية السياسية كما تعلمون، والخلافات الكبيرة التي وصلت إلى الصدام المسلح في بغداد. دخلنا بعدها بمفاوضات أخذت منا وقتا غير قليل بسبب مطالبتنا وثباتنا على المطالبة بالحقوق، ولم ننتبه إلى المناصب والمغانم وإنما إلى حقوقكم وحقوق أبنائكم. فهذا البلد العزيز العراق السيد الذي يجب أن يكون سيدا في مواقفه لا تابعا لأحد، يتطلب منا أن تسود العدالة الاجتماعية بين كل مكوناته، وأن يرفع الظلم عن كل بقعة من بقاع العراق. فلا أمن ولا رفاه ولا رخاء إلا بالعدالة، إلا برفع المظالم. ولذلك بعد هذه المناقشات من كل الأخوة وصلنا إلى اتفاق، ورقة الاتفاق السياسي مع المكونات الأخرى ومع شركائنا في الوطن، وثبتنا الحقوق التي تناساها البعض في الفترات السابقة، وعلى رأسها إطلاق سراح السجناء الأبرياء وإعادة التحقيق في كل التهم التي وجهت لأبناء هذه المحافظات. ونحن نعلم أن الغالبية منها إنما أخذت اعترافات بالإكراه وبقانون
المخبر السري سيء الصيت. ولذلك طالبنا بأن تكون فقرة واضحة بإعادة إطلاق سراح السجناء الأبرياء من خلال إعادة التحقيق وتعريف الانتماء إلى المنظمات الإرهابية. وكما قلت وأقول دائما، هذه المحافظات هي ضحايا الاحتلال الأمريكي، وهذه المحافظات هي ضحايا الطائفية السياسية التي سادت فترة من الفترات. وهذه المحافظات أبناؤها كانوا ضحية للميليشيات المنفلتة وللتنظيمات الإرهابية التي وجدت على أرض هذه المحافظات بعد انسحاب القوات الأمنية بطريقة مريبة. ولذلك رفع الظلم والحيف عن أبناء العراق كل العراق وعن أبناء هذه المحافظات المحررة بشكل خاص إنما يصب في مصلحة العراق من زاخو إلى الفاو. ولذلك ثبتنا النقطة الثانية التي أهملت لفترات، وهي المختفين قسرا، المغيبين الذين أخذوا من أهاليهم ولا نعرف مصيرهم إلى الآن. وثبتنا فقرة في ورقة الاتفاق السياسي بمعرفة مصير المختفين قسرا وتعويض أهاليهم عما لحق بهم من أذى. وكذلك عودة المهجرين إلى ديارهم ومدنهم دون قيد أو شر، وعلى رأسها مدينة جوف الصخر والعوجة وكل القصبات والمدن الأخرى. فلا يجب أن نطالب المواطنين باحترام مؤسسات الدولة ونحن نمنعهم عن دخول مدنهم وأراضيهم. ولذلك ثبتنا هذه الفقرة، فقرة عودة المهجرين، واتفقنا جميعا عليها بفترات محددة تطبق إن شاء الله. ونقاط كثيرة تخص مسألة حل هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك التوازن في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والاقتصادية. ونحن ماضون من خلال ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم كل التنفيذيين وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء، والتشريعيين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب، وكل القوى السياسية في هذا الائتلاف. واجتماعاتنا دورية من أجل مناقشة كل القضايا التي تهم المواطنين، وعلى رأسها تطبيق ورقة الاتفاق السياسي فيما بيننا. وكذلك نقطة مهمة هي سحب الحشود والقوات العسكرية من المدن والمحافظات إلى خارج المدن والمحافظات، وثبتناها بشكل صريح، لأننا إذا ما أردنا أن نرفع القيود عن المدن والمحافظات وأن تكون هناك دورة اقتصادية للفلاح والمزارع والصناعي والطالب، فيجب أن ننهي عسكرة المجتمع ونبدأ الحياة الاعتيادية التي يطبق فيها القانون على الجميع. ونحن متفائلين، ولا أقولها رياء ولكن كلمة حق، أننا لدينا فرصة في العراق بوجود رئيس وزراء بعيد عن الطائفية يريد أن يبني عراقا يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات. ونحن نسانده طالما بقى على هذا المنهج الذي
هو في مصلحة الجميع وفيه الخير لكل العراقيين. أيها الأخوة، لا شك أن العراق الموحد القوي المؤثر في محيطه الإقليمي والدولي هو ما نطلبه ونسعى إليه، ولكن هذه تتحقق عندما تكون النوايا صادقة في معالجة كل الخلل الذي وجد بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم لهذا البلد في 2003 وإلى الآن. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وكلنا ندعي أننا ننتمي إلى هذا الدين الحنيف ونتأسى برسول الله. فالعفو والصفح والمعاملة الحسنة وعدم الظلم هذه أساسيات في منهج رسولنا وديننا. فإذا طبق الرسول صلى الله عليه وسلم منهج العفو حتى مع المشركين، فكيف به مع أبناء الدين الواحد؟ لازلنا نعاني بأن نحاسب الناس ونحاسب الرجال والنساء على المواقف التي يؤمنون بها، والدستور العراقي سمح وحرص على حرية التعبير عن الرأي، وخصوصا في مجال السياسة والإعلام. ولذلك لا يمكن أن تكون منظمات في العالم تسيطر على الحكم وتمارس العدالة الاجتماعية بعد أشهر، وترفع الظلم عن الناس بعد أشهر، وتطلق العفو بعد أيام، وتجلس مع الذين قاتلوهم قبل أشهر، ونحن لازلنا نمنع الكفاءات والرجال والنساء على تهم باطلة بناء على مواقف اتخذوها عن قناعة أو عن ردة فعل أمام ظلم الاحتلال الأمريكي للعراق. وفي نهاية كلامي أكرر بأننا عاهدنا الله وعاهدناكم ونعاهدكم الآن على أننا سنستمر في الدفاع عن هذه الثوابت الوطنية والدينية والإسلامية، وإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.